اكتر كتاب هتلاقي الكاتب حطك في دماغه وعمال يفكر في كل الطرق اللي يخليك مش مرتاح بيها. تعالوا النهارده نتكلم على كتاب ذا سترينجر او الغريب لألبير كامو او ألبير كامي، لسه مش متاكدين. الكتاب بيتكلم على ميرسلا، وبجد احنا محتاجين بقى حد بيتكلم فرنش. الكتاب بيتكلم على ميرسلا، بيقول لنا جمله وحرفيا دي اول جمله بيبدا بيها الكتاب: mother died today. جملة متوقع حاجات كتير قوي بعدها، بعيدة كل البعد عن اللي انت هتشوفه فعلا. ميرسالو فعلا شخصية غريبة جدا جدا، وبجد بجد حرفيا عنده emotional attachment بمعناها الحرفي. هو حرفيا مش بيحس ولا بيتأثر بأي حاجة حواليه، مفيش حزن، مفيش فرح، مفيش زهق، مفيش شغف، حرفيا مفيش أي حاجة، هو عايش وخلاص. الكتاب فلسفي، وده مش أي نوع من الفلسفة، ده نوع معقد جدا جدا جدا. أنا عشان أوصل لفكرته واستوعبها أخدت مني وقت طويل جدا. الكتاب بجد صعب، وألبير كامو دايما حطك في احساس ان انت مش مرتاح. في مشاهد كتير كنت بتحرك معاها واقول هو ده كلايماكس او اهم مشهد في الكتاب، بس اهم مشهد بجد في الكتاب هو كان اخر مشهد خالص. هتلاقوا حرفيا ان كل حاجه كانت بتخدم اللي ألبير كامو عايز يوصله: الشخصيات، الحبكه، طريقه الكتابه. يا جماعه الشمس مذكوره كتير جدا لدرجه ان انت هتحس انها كاركتر، بس حتى دي كانت بتخدم فكره الكتاب. انا مش عايزه اقول ان انا اتبسطت بالكتاب ده لان انا هبقى بكذب، لكن الكتاب تقيل وعميق لدرجه ان انا بقول يا اما انا مش في السن اللي يسمح لي افهم الفلسفه دي، يا اما هي فعلا very complicated. الكتاب مش سهل ومش easy read، بس ارجوكوا ارجوكوا لو حد قرا الكتاب يبقى يجي يتناقش معايا فيه. مثلا انا قعدت اتكلم عن الكتاب ده كتير قوي على يوتيوب، فلو حد محتاج يسمع رغي اكتر من كده ممكن تشوفه. وبس كده.